في تطورات جديدة ومثيرة بخصوص ملف النهائي كأس إفريقيا، خرج فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتصريحات قوية تؤكد أن المغرب يدخل هذه المعركة القانونية بثقة كبيرة أمام محكمة التحكيم الرياضي. لقجع شدد على أن جميع المعطيات سواء القانونية أو المرتبطة بما وقع داخل أرضية الملعب تصب بشكل واضح في صالح الموقف المغربي، وهو ما يعزز بشكل كبير حظوظ أسود الأطلس في كسب هذا الملف الحساس. وأكد المسؤول المغربي أن الجامعة تتوفر على حجج وصفها بالدامغة والموثقة، موضحا أن كل تفاصيل المباراة النهائية تم توثيقها بدقة عالية، سواء عبر التقارير الرسمية أو من خلال تسجيلات فيديو واضحة تم إعدادها في احترام تام لكل القوانين والضوابط المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأوضح لقجع أن من بين أهم النقاط التي يعتمد عليها الملف المغربي هي واقعة انسحاب المنتخب السنغالي، والتي اعتبرها ثابتة بشكل رسمي ولا تقبل الجدل، خاصة وأنها مدونة في تقرير حكم المباراة. ولم يقتصر الأمر على التقارير فقط، بل أشار أيضا إلى وجود تسجيلات مصورة توثق لحظة الانسحاب والظروف التي رافقته، وهو ما يمنح المغرب قوة إضافية في الدفاع عن موقفه أمام الطاس. وفي سياق متصل كشف لقجع أن هذه الواقعة تندرج ضمن مقتضيات المادة 84 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي المادة التي تنص بشكل واضح على العقوبات المرتبطة بحالات الانسحاب من المباريات الرسمية. وأشار إلى أن الكاف اعتمدت بالفعل على هذه المادة لتأكيد فوز المنتخب المغربي بعد مغادرة منتخب السنغال أرضية الملعب وعدم استكمال اللقاء، وهو قرار يستند إلى إطار قانوني واضح. لكن ما يثير الانتباه في هذه القضية هو ما كشفه لقجع بخصوص تصرف المنتخب المغربي خلال تلك اللحظات، حيث أوضح أن قرار مواصلة المباراة لم يكن خيارا عاديا، بل كان التزاما قانونيا. وأكد أن رفض استكمال اللقاء كان من الممكن أن يضع المنتخب المغربي في نفس وضعية المنتخب المنسحب، ويعرضه بدوره لعقوبات صارمة وفق لوائح الاتحاد الإفريقي. هذه المعطيات كلها تجعل الملف المغربي يبدو متماسكا من الناحية القانونية، خاصة مع توفر الأدلة والتوثيق الكامل لكل تفاصيل الواقعة. في المقابل يترقب الشارع الرياضي الإفريقي والدولي القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، والذي سيكون حاسما في تحديد مصير هذا النزاع. فهل ستؤكد الطاس فوز المنتخب المغربي بشكل نهائي، أم أن هناك مفاجآت قد تقلب موازين القضية؟ الأكيد أن هذا الملف سيبقى من بين أكثر القضايا إثارة في كرة القدم الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، في انتظار الكلمة الأخيرة للهيئات القانونية المختصة.